ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل عدس، بما ان الجو التلج عندنا وكلنا قاعدين تحت البطانية كده، فقلنا نعمل حاجة تدفينا شوية، فقلنا نعمل شوربة عدس. يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. في الاول كده معايا بطاطسايه، جزرايه، بصلايه، فصين توم. هشوحهم كده في معلقه زبده ومعلقه من الزيت. هشوحهم وبعدين هنزل معايا بعد ما اشوحهم شويه، هنزل عليهم بكوبايتين من العدس الاصفر مغسول طبعا كويس. هنزل عليهم كده بالكوبايتين واشوحهم مره كمان. بعد ما اشوحهم كده شوية هنزل عليهم بطماطم تكون برضو متقطعة مكعبات بالشكل ده. دول 2 من الطماطم قطعتهم ونزلت بيهم. وبعدين هبقى مسخنة مية. المية بتاعتي كانت سخنة، ما كانتش بتغلي، يعني هي كانت بس سخنت لكن ما وصلتش لمرحلة الغليان يعني. تمام. هنزل بالمية بتاعتي على العدس والخضار بالشكل ده، وهسيبهم بقى مع بعض كده لحد ما يستوي. كل حاجة تستوي، العدس والخضار وكل حاجة تكون مستوية، وهرجع لكم تاني. هنا بعد ما العدس بتاعنا والخضار كمان استوت، كل حاجة استوت معانا، هنزل بالتوابل: ملح، فلفل اسود، وكمون، ورشة صغيرة جدا حوالي ربع معلقة كده ولا حاجة من الكركم، ومرقة من مكعب مرقة يعني. تمام. هنزل بالتوابل كده وبعدين هجيب الهاند بلندر وهضرب كل الكلام ده مع بعض. ممكن تستخدمي الخلاط، بس لو تستخدمي الخلاط سيبي العدس بتاعك شوية لحد ما يهدى، ما يكونش سخن، وتضربيه في الخلاط عشان الخلاط ما يبص بس. ضربتهم بالهاند بلندر بالشكل ده، وبعدين هجيب اعمل الطشة بتاعتي. معايا هنا مكعب مرقة على معلقة من الزيت، نزلت عليهم بفصين 3 من التوم كده، عاملاهم في الهون، وحطيت عليهم ملح وكزبرة. يعني وانا بدق التومة في الهون حطيت عليها ملح وكزبرة. تمام. هشوحهم بقى بالشكل ده لحد ما التومة بتاعتي تاخد لون. جربي العدس بالطريقة دي هيعجبك قوي. عايزه اقولك ان احنا ما كناش قادرين نقوم من على الاكل، عارفه اللي هو قعدنا على الاكل مش عايزين نقوم من حلاوه العدس. هنا التومه بتاعتي كانت خدت لون، نزلت بيها على العدس بتاعي بالشكل ده، وبعدين هقلبهم. وده قوام العدس بتاعي. لو انتي حاسه ان هو تقيل وحابه تخففيه هتزودي ميه، لو تمام بالنسبه لك كده فهو تمام جدا بالنسبه لي انا كمان. هجيب بقى رغيفين من العيش بالشكل ده وهقطعهم كده مكعبات صغيره، وهحطهم في الاير فراير. ممكن تعمليهم في الزيت، ممكن تحطيهم في صينيه وتدخليهم الفرن، بس انا هحمرهم في الاير فراير. تمام. هقطعهم بالشكل ده وبعدين احط عليهم معلقه من الزيت، زيت زيتون، ممكن تستخدمي اي زيت، وهدخلهم الاير فراير. مش هياخدوا 10 دقايق وهيكونوا حمروا. وعلى فكرة العيش ده انا عملته معاكم قبل كده برضو، لو عايزين طريقته عرفوني وانا احط لكم لينك الفيديو في الكومنتات. طريقته سهلة جدا وهتعمليه في البيت بكل سهولة، حلو قوي وطعمه حلو جدا. كده قطعناهم كلهم بالشكل ده. هجيب بقى معلقة من زيت الزيتون هحطها عليها كده، يعني رشة كده بس حوالي معلقة، وهدخلها الاير فراير زي ما قلت لكم. وهنا بقى الاكل بتاعنا كان جاهز. شايفين بقى شوربة العدس بتاعتنا، حطيت عليها حبة من العيش المتحمص، وهنا كانت السلطة بتاعتنا الخضراء والبطاطس، وهنا العيش بعد ما اتحمص شايفين شكله حلو قوي. وهنا بقى البصل والليمون طبعا لازم مع العدس، وهنا الكرات. واحلى اكلة في عز الشتاء اللي احنا فيه، احنا عندنا ايس يا جماعة ومش راضي يسيح، يعني دي احلى اكلة تدفينا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.